يا ترى اللي اشترى ذهب في 2025 ودلوقتي احنا في اول 26 كسب كام في المية؟ عشان نعرف نجاوب السؤال ده لازم نشوف في شهر 1 2025 سعر الذهب لعيار 21 كان عامل كام. تقريبا كنا بنتكلم في 3700 جنيه. انا عايز اقول لكم ان انا نفسي وانا بجيب الارقام دي انا اتخضيت، قعدت اشوف عندي على السيستم لقيت السعر قلت معقول هو كان بالسعر ده؟ احنا كنا بنتكلم في 3700 جنيه لعيار 21. طيب سعر الذهب لعيار 21 لما قفلنا السنة كان بتقريبا 6000 جنيه، فلما تقسم 3700 على 6000 وتضرب في المية عشان تعرف النسبة هيطلع لك تقريبا 61%. يعني الذهب في سنة واحدة بس عمل 61%. أظن الناس اللي ربطوا شهادات وجريوا عليها هيزعلوا مني دلوقتي، كانوا فاكرين إن 27% ده رقم مش هيشوفوه تاني. وحتى الشهادات اللي طلعت اللي كانت أول سنة بسعر وبعد كده هتقل برضو الذهب كسبان عنها. الذهب في سنة واحدة بس كسبان تقريبا 60%، وده في سعر الذهب بس. انت ما عملتش حاجة، انت اشتريت ذهب حطيته عندك في الدرج وهو في الدرج كسب 60%. ودي بحسبة بسيطة عشان نقول دايما الذهب هو الملاذ الآمن، هو فعلا زينة وخزينة. وبس كده اكتبوا لنا في الكومنت تفتكروا الذهب في 26 بقى اللي بيقولوا هي سنة الذهب هيعمل كام في المية. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.